السلام عليكم الاخوات والاخوان، كنتمنى لكم نهار مبروك وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم واحد المكان زوين وهائل ورائع واكثر من رائع صراحه الله. هذا المكان جا في الرباط في اوغدال بالضبط حدا مريفي. المهم هذا المكان عباره على متحف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المتحف هذا ما عرفتش كيفاش نوصفه لكم. هذا واحد المكان اللي ربما كل شيء كيتمنى يمشي يشوف ديك البلاصه صراحه الله. علاش؟ اولا حيت كيهضر على سيد خلق الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كيهضر على الانبياء الاخرين. كاين النبي عيسى، كاين النبي موسى، كاين ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. المهم هذا المكان هذا انا غادي نهضر عليه وغادي نقول، وانا عارفه انني قد ما هضرت عليه ما نقدرش نوصف داك المكان. سبحان الله اكثر من الخيال ما شاء الله. اولا حنا مشينا ليه حبا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا باش تعرفي شحال من حاجه. ربما انت عارفين احنا الحمد لله حنا عارفين على النبي صلى الله عليه وسلم شحال من حاجه وما خافياش علينا، ولكن هنا كتعرفي اشياء كثيره، كتزيدي تعرفي داكشي اللي ما عارفاش. المهم بلا ما نطول عليكم وسمحوا لي، انا راه غير كندير مقدمه لهذا المتحف هذا اللي صراحه انا عجبني ما شاء الله، واعوذ بالله من قولت انا. المهم هذا المكان اللي كتشوفوه حاليا قدامكم هذا راه مجرد داكشي اللي كتبدا به، يلاه كتدخل، حيت في الداخل ممنوع التصوير بطبيعه الحال. كيقولوا لك ممنوع التصوير، وكيكتبوها اصلا كيقولوا لك ممنوع اللمس وممنوع التصوير. المهم الداخل منين كتدخلي كيدخلوا تقريبا شيء والله ما عقلت واش 10 ب10 ولا 20، المهم ما عقلتش عقله. وكتدخل كتلقى بزاف ديال المؤطرين اللي كيعاودوا لك على سميتو على الولاده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، على حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الزوجات ديالو، مع الصحابه اصدقاء ديالو، مع كاع مع الوحي، مع كل شيء، حتى الوفاه ديالو، ومع السيده عائشه، ومع السيد ابو بكر الصحابي الجليل ابو بكر. المهم هذا الشيء كامل غادي تعرفوه هذا الشيء كامل في الداخل ديال المتحف. نزيدكم انكم منين كتساليو كاع الدوره، حيت هي منين كتوصلوا لاي مكان كتشرح لكم، كتدخلوا لواحد البلاصه تقريبيه للغرفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كتعاود لكم الحياه ديال النبي كيفاش عاش فيها وكيفاش كان كيمشي في الهجرات وداك الشيء كامل. من بعد كتمشيو لواحد البلاصه سميتها لا بيبليوتيك ديال هذاك المتحف اللي هي المكتبه، فيها بزاف ديال الكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الانبياء، عن الهجره، عن بزاف ديال الحوايج، وكيتباعوا اللي بغاهم كيشريهم بطبيعه الحال. المهم ومن بعد كتدخلوا عاوتاني لواحد الغرفه فنيه صراحه، واحد الغرفه ما تصوروش كي دايره ما شاء الله. كيهضروا فيها تما، كتفرجي في كل شيء، ما كيهضر حتى واحد، هو داك اللي الفيديو وكيشرح لك كل شيء، كيعاود لي على الحياه ديال النبي صلى الله عليه وسلم من الولاده حتى الوفاه، وعن السيده عائشه رضي الله عنها، وعن كيف قلنا وعلى السيدة عائشة، الغرفة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، على المنزل ديالو خلاص، وعلى مسجد الأقصى، على المدينة المنورة. المهم داك المكان كتحس به براسك بحال الا انت نيت في مكة. سبحان الله والله العظيم، واحد المكان اللي فوق الخيال، فوق الخيال. انا حيت هادشي اللي كتشوفوا راه قلت لكم غير في المقدمه، حيت ما كيبغوكش تصوروا، اما كون كنصوروا كون صورنا لداخل. اعطيتكم شويه تصاور من الفيديو ديال غرفه النبي صلى الله عليه وسلم، واخا منعوا علينا التصاور درنا واحد الهمزه باش نصوروا شي شويش، صورنا مقطع صغيور. المهم راه واخا تصورت 3 ايام ما غتصور ما غاديش يكون كيف الا مشيتوا وشفتوه بنفسكم، حيت داك المكان ما شاء الله تبارك الرحمن وصافي. المهم انا قمت بالدور ديالي وجبت لكم شويه من التصويرات، انا عارفه هما كتارش باش يعمروا لكم العينين، ولكن كنتمنى يكون الفيديو في المستوى المطلوب ان شاء الله. وكنتمنى من جميع اللي سمع هذا الفيديو يمشي يشوف ديك البلاصه اللي والله زعما ماشي كنقولها حيت كنشجع ولا، ولكن واحد المكان اللي كيستحق الانسان يمشي يزورو يشوفو كي داير. وكنتمنى لكم نهاركم مبروك، وتهلاو في راسكم بزاف، وان شاء الله حتى لبلاصه اخرى ولا